أهل الجنة ثلاثة ثالثهم عفيف متعفف ذو عيال. عفيف متعفف أي لا يسأل الناس شيئا مع أنه فقير لكن لا يسأل الناس شيئا ولا يتعرض لسؤالهم لأنه عفيف متعفف عن سؤال الناس. ذو عيال صاحب عائلة عنده عيال ومع ذلك صابر على فقره، صابر على عياله، لا يسأل الناس شيئا ولا يتعرض لسؤالهم. ربما يكد ويتعب ويأكل من كسب يده، ربما احتطب حطبا أو احتش حشيشا فذهب يبيعه ويأكل من كسب يده ولا يسأل الناس شيئا، يستحي أن يسأل الناس. لماذا؟ لأنه عفيف متعفف، ومن يتعفف يعفه الله جل وعلا. فهذا من أهل الجنة معشر المسلمين، لأنه صابر محتسب ولا يسأل الناس شيئا. ينظر إليه الجاهل فيحسبه غنيا من التعفف، فهذا هو الجدير بأن يبحث عنه، وهذا هو الجدير بأن يواسى، وهذا هو الجدير بأن يحسن إليه من الزكاة ومن غيرها. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمر والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يسأل الناس إلحافا ولا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له لأنه لا يسأل الناس ولا يجد كفاية تكفيه. فمثل هذا حري معشر المسلمين، لا سيما من فتح الله عليهم في المال، حري بأن يبحثوا عن هذه الأسر العفيفة المتعففة التي تستحي أن تسأل الناس شيئا فتواسى من الزكاة ومن غيرها.